تعال اخدكم في اجواء ماتش الاهلي والترجي، واحب اقول لك اللي هتشوف في الفيديو ده عمرك ما تشوف اي مكان تاني. وفي الفيديو ده حابب اعرفكم نفسي، انا اسمي كيرو ومعايا مونديالي مروان. وهرجع اقول لك تاني، اللي شفته على التلفزيون ده حاجه، لكن اللي هتشوفه عندي حاجه تانيه. فاعمل منشن لصاحبك قول له الماتش الاهلي فاتك، او اقول له اتفرج على العظمه دي. اول حاجه لفتت نظري هو جمهورين. جمهور الاهلي كان قوي جدا، اما جمهور الترجي ما كنتش سامع صوته. بس هرجع اقول لكم تاني ان التشجيع في كل مكان كان حلو جدا. يعني شويه صوت الترجي كان طالع، لكن الاهلي كان مكتسح الملعب حرفيا. اول حاجه حصلت في الماتش هي حفله محمد رمضان، معرفش انتوا عارفوا ولا لا، جمهور كان رافض حرفيا الحفله، صفافير في كل مكان. اما لو هنتكلم على التيفو فالتيفو كان حلو جدا، ولكن بصراحه لو هنقارن من فرقه تانية فهم اقوى. الجون الاول يعتبر انا الوحيد اللي صورت الشوط ده، هو الحمد لله ان هو جون، بس هو دخل بالبركه. بس هل ده يزعلنا؟ لا، ده هيفرحنا جدا. بس انا جاي افرجك على اللي حصل هناك مش الماتش. فتعالوا نشوف الاحتفالات اللي حصلت هناك. يمكن ده اسعد ايام حياتي، لان اول مره احتفل مع اللعيبه، واللي موضح قد ايه اللعيبه كانت مبسوطه جدا. بالرغم احنا بناخد ابطال افريقيا كتير، بس البطوله دي تفرق حرفيا. كنت قاصد ان ما طلعش اي حاجه للترجي، لان مش طالع ناس بتعيط في الفيديو. يعني اليوم ده فرحه، انا قلت لكم السر هيكون في بيبو ان شاء الله. حصل الاحتفالات في كل مكان، سواء من حسين الشحات او عبد المنعم، حتى بيرسي تاو رقص مع مروان. اليوم كان ممتع، اللعيبه بتتصور مع العيله، مفيش بهدله للعيبه. الماتش كان منظم جدا، انا من غير باور بانك ده ما كانش هيكمل يوم. صغير وبيشحن بسرعه جدا، واسمه سلايس لينك برو، وهو من اورايمون. تفتكروا بقى نكسب الزمالك كام في السوبر؟